السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جماعة، انا عملت البسطرمة في البيت. مش مصدقة ان انا عملتها، من الحاجات اللي كنت فعلا نفسي اجربها قوي. ودي كانت اول تجربة ليا ان انا اعملها في البيت. كنت بقلب في الفريزر كده قبل رمضان، فلقيت الحمد لله، يعني لقيت عرق تريبيانكو كده. ما كنتش عاملة حسابه خالص، فقلت لا انا هعمله بسطرمة، خصوصا ان احنا بنستخدم البسطرمة كتير في رمضان علشان السمبوسة والجلاش وكده. فتعالوا اقول لكم بقى انا عملته ازاي. اول حاجه نضفته كويس جدا من الدهون اللي بتبقى عليه من بره، ده شرط اساسي في ان البسطرمه تطلع معاكي ناجحه. انه العرق او قطعه اللحمه اللي انت هتعمليها سواء من عرق او من وش الفخده تكون تماما تماما ما فيهاش ولا دهون من بره. بعد كده بقى خدتها وغلفتها كويس جدا بالملح، ملح ناعم. غلفتها كويس جدا، وبعدين جبت شبكة كده من بتاعة الشواية وحطيت عليها اللحمة. بس أهم حاجة أكون متأكدة إن كل قطعة من اللحمة متغلفة كويس قوي بالملح. الملح ده فايدته إيه؟ إن هو هيشد لي كل المية اللي فيها، وهيبقى زي إحنا بنعمل لها كده عملية تجفيف. احاول بقى بعد كده اشوف حاجه تقيله احطها عليها. فانا هنا ثبت صينيه على عرق التريبيانكو، وحطيت عليه ازازه كده 5 لتر، بحيث ان هي تبقى تقيله علشان تساعد الميه ان هي تخرج منه. وسبتها ليله كامله تصفي في الميه بتاعه اللحمه. كده اللحمه كلها الميه كلها خرجت من اللحمه، لاني سبتها 24 ساعه منقوعه في الملح ومحطوطه في ضغط. بعد كده خدتها شطفتها شطفه سريعه ونشفتها كويس جدا بمناديل مطبخ. وبعدين عملت بقى فيها الخرم اللي بيبقى من فوق ده، اللي بيبقى فيه الخيط زي ما بيبقى متعلق في السوبر ماركت البسطرمه منه. هنا استخدمت خيط منجد عادي وعملته مجوز وربطته، وعلقت بقى البسطرمه دي علقتها كده في ضرفة المطبخ عندي. وهغلفها تاني بورق من ورق المطبخ. وهسيبها برضو كمان ليلة كاملة او على الاقل 12 ساعة عشان اتأكد ان هي ما فيهاش مية خالص، لان المية ممكن تبوظها لي. واتأكد ان هي نشفت تماما. وكمان لفيت عليها المنديل ده عشان ما فيش اي حشرات تقف على اللحمة، سواء بقى هموشة، دبانة، ناموسة، اي حاجة. فبرضو عشان ابقى حافظاها من البكتيريا تماما. بالنسبة بقى للكفر اللي بيبقى حوالين البسطرمة ده، هنعمله بمكونات سهلة قوي. دي حلبة ناعمة بتجيبوها من عند العطار، اسمها حلبة ناعمة. هي الحلبة اللي احنا بنعملها مشروب دي، ولكن بيبقوا طحنينها ناعم. كمان معايا واحدة راس توم كبيرة، وفلفل احمر وفلفل اخضر. ومعايا بهارات كزبرة وكمون، بابريكا وفلفل اسود وملح، وكمان كبابة صيني. والكباب الصيني والفلفل دول اختياري، ممكن تحطوهم وممكن لأ. ونص كوباية من المية. باخد الخلطة دي كده اضربها كلها مع بعض في الكبة ناعم جدا جدا جدا، ومعاها النص كوباية من المية زي ما قلتلكوا. وبعد كده بقى باخدها الخلطة دي، أبدأ ان انا اعمل تغطية لكل قطعة اللحمة اللي معايا. بحاول افردها على قد ما اقدر كده. طبعا احنا شوية المية اللي احنا حطيناها معاها خلاها تبقى سلسة وطرية كده في الفرد. فاحنا هنبدأ كده ان احنا نفردها بايدينا، ونغطي كل فتفوتة من اللحمة. اهم حاجة نحاول ما نخليش ولا جزء منها يكون باين، واتأكد ان انا مغطية كل اللحمة بالخلطة اللي انا عملتها دي. كده بعد ما غلفتها تماما، هبدأ بقى اجيب شوية مية كده، وابدأ اعمل لها من بره كده زي بلمعها او بملس عليها من بره، بحيث ان يبقى شكلها منتظم، ما تبقاش حتة طالعة وحتة نازلة. احاول يعني اخلي شكلها منتظم كده من بره. وبالنسبة لمقادير الكفر ده بالظبط هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف بالتفصيل. كده سبتها 15 يوم يا جماعة، بس كانت قلبة ريحة الشقة. الحلبة طبعا كانت محطوطة، علقتها سبتها متعلقة في المطبخ لمدة 15 يوم، بس كانت الريحة قوية جدا. ولكن الحمد لله التجربة طلعت ناجحة. قعدت بقى ادور على طريقة اقطعها بيها. التقطيع طبعا على ايدي كان صعب جدا، فقطعتها كده بالكبة. وده كده بيض بقى معمول بالبسطرمة، يعني يا سلام عليه. عايزة اقول لكم طعمها خطير يا جماعة.
طبعًا طريقة تقطيعها لو بالسكينة بتبقى صعبة جدًا، لكن لو أنتم ما عندكوش كَبّة ممكن تودّيها لأي سوبر ماركت جنبِك هيقطّعها لِك شرايح رفيّعة زي ما أنتِ حابة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم النهارده وتكونوا استفدتوا منه، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتقولوا لي ممكن تعملوها في البيت والّا هتخافوا؟